بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله البنكود ووصل بسرعة. لا ربنا يعني عوض خير بعد ما اتقفل الحساب الأدسنس الأولاني، وهقول لكم ايه سبب القفلة بتاعته. ان انا كنت عاملة حساب أدسنس الأول لما فعلت القناة واتقفل بعد حوالي شهر ونص، وأعرفكم هو إيه السبب، وهعرفكم بالقناة بتاعتي وبحياتي يعني كفيديو تعريفي، وأعرفكم إنه برضه وصول الأدسنس جديدة، وصول البنكود كان فيه ناس ساعدتني ولها فضل عليا أقول لكم عليها. أنا اسمي أماني أم منتصر، بعمل مدرسة، وجوزي موظف في المحكمة، وعندي 4 أولاد. متجوز دلوقتي ليا 22 سنة، والحمد لله ابني الكبير بيدرس الهندسة في إيطاليا، وبنتي في تانية إعدادي، وعندي أحمد في تالتة ابتدائي، وحاتم ده اللي عنده 3 سنين. يعني الحمد لله عايشين حياة بسيطة في الريف، في ريف مصر محافظة الفيوم، والحمد لله مبسوطة في حياتي وفي شغلي. والله كان سبب القناة دي أنا ما كانش خطر على بالي في يوم إن أنا أفتح قناة، ولا اليوتيوب ولا الحاجات دي، ولا كان ليا فيها بنتي. هي اللي قالت عاوزين نفتح قناة، قلت لها نفتح قناة، لا قالت لي انت بتحب الطيور وبتحب تربي الطيور وهيستفيد منك الناس والناس اللي حوالينا هنا. احنا برضو بجيب الطيور دي عمر يوم وبيحة، يعني بط وفراخ وكتاكيت وكده، وبربي الطيور زي ما بتشوفوا معايا في الفيديوهات وببيعها كبيرة. قالت لي عندك معلومة يعني تفيدي منها الناس، ويمكن ربنا يكرم في يوم من الأيام والقناة تكبر ونستفيد. وكنت رافضة، يعني من أكتر من سنتين هي بتعرض عليا الموضوع ده وأنا برفض. بس المهم قالت لي طب خلاص أنا هعمل كده حساب وهعمل قناة وأصور. كانت بتعمل في أندومي، أصور الفيديو إن جاب مشاهدات يبقى احنا نعمل القناة، ما جابش مشاهدات يبقى لا ما نعملش. قلت لها خلاص، يعني زي ما تقولي حاجات ربنا ونصيب. صورت الفيديو فيديو شورتس كده ونزلاته، يعني في أقل من 10 دقايق الفيديو جاب 1600 مشاهدة، ووصل بعدها ل2600 مشاهدة. فقالت لي نبدأ على بركة الله. كنت بصور يعني بعض الأكلات اللي احنا بنعملها، الأكل العادي اللي احنا بنعمله للبيت وللأولاد. وبعدها قلت أساسا يعني أنا بحب الطيور، فأخصصها في محتوى الطيور والدواجن. بس للأسف الأسعار رفعت والأعلاف رفعت. يعني أنا كان من يجي سنتين أنا بربي الطيور من وأنا عندي يمكن 7 سنين. كانت جدتي بتحب رباية الطيور وأنا أمشي عندها وتعودت منها، وكنت بجيب طيور خاصة بيا وأربيها. كان عندي من يجي سنتين جميع أنواع الطيور، الرومي والبط والحمام والأرنب والوز والفراخ وكله، وبكميات كبيرة هي اللي كان ممكن تتصور في الفترة اللي فاتت. لكن دلوقتي لأ، دلوقتي غلو العلف وارتفاع الأسعار خلت الواحد بيربي بكميات قليلة، الأمراض كترت والأسعار غلت، يعني ما فيش مجال الواحد يخسر، فبنربي بكميات قليلة على قدنا، يعني على قد البيت. وكان الفراخ البيضة بس هي اللي بزودها شوية لأنها مدتها سريعة 35 يوم، أبيع منها شوية ونذبح منها شوية، وهي بتساعد في المصاريف والحمد لله. القناة بتاعتي طبعا أنا عملتها في شهر 5، في آخر 5 كده، في حدود 25/5 ساعة ما فتحتها البنت، وكرمني ربنا واتفعلت على 25/8 وجاتني الموافقة إن القناة توافق عليها. كان فيه ناس لها فضل عليا ساعدتني في الساعات. قناة جرجس ساعدني في الساعات. قناة عمي صلاح أبو صبرة أبو الزهور الخمسة له الفضل، أستاذ صلاح برضو ساعدني في الساعات. وقفشات ابن الريف برضو ساعدني في الساعات. ناس كان لهم الفضل وادوني ساعات. وكمان كان فيه قناة محمد دبي، كان ناقصني مرة 100 مشترك الحقيقة، يعني كانت 70، هو اداني 100 مشترك كملها لي. ناس لهم الفضل برضو بقدر لهم الشكر والتقدير والاحترام، وجزاهم الله خير. واتفعلت القناة وبقت ماشية وكويسة الحمد لله. وجه بقى ان انا جاني اشعار ان انا اعمل اثبات الهوية. وبعد ما خلصنا بقى من قصة الساعات واتفعلت القناة، دخلنا بقى في الأرباح، وربنا يكرم وإن القناة نكمل $10 عشان نخلص من الشرط الثالث وابدأ في الشرط الرابع. يعني الحقيقة ساعدتني مدام إيمان بدار وادتني $10، وزهرة لبنان ادتني $2.5، وصديقتي توتي فوتي برضو ساعدتني بالدولارات، ويعني وكرم ربنا. بس طبعا القناة اتفعلت 25/8، جه في أول 10
ما تحولتش الا 62 سنت في جوجل ادسنس، لان الارباح بعديها جت في شهر 9. طبعا وجاتني بقى لما الارباح كملت عندي في استوديو اليوتيوب قبل ما شهر 10 يجي، كملت 26 دولار وشوية، جاني اشعار باثبات الهوية. الحقيقة بقى كانت هي دي المشكلة. صورت البطاقة، التليفون اللي انا بصور به الحقيقة التصوير بتاعه ما كانش واضح، لان ابني كان رماه في المية والكاميرا بدأت ما كانتش مظبوطة. فصورت البطاقة وعملت لها ارسال اكتر من 3 مرات وما كانش واضح البيانات، وهنا قفلوا الحساب وقالوا تعذر اثبات الهوية، وكده مش هنوقف الاعلانات والارباح على القناة لحين اثبات الهوية. بدأت بقى اتواصل مع فريق الدعم واليوتيوب وابعت في رسائل كتير، وهم يردوا عليا بس مش فاهمين انا عاوزة ايه او مش عارفين. المهم ان كل شيء نصيب. كده وقفت الارباح على القناة. صديقتي في قناة وصفات رهيبة مع سارة اللي هي سارة ستار كلمت لي ابو ياسين للشروحات، برضو شكرا لابو ياسين. قال لي كده الكلام ده مش هينفع، وبعت رسائل كتيرة قال لي هو دلوقتي المفروض انك تعملي ادسنس جديد. بس انا كنت قلت له يا ابو ياسين ده انا اتحولت لي بقى، كانت في 10، لا كانت اتحولت الارباح في شهر 10 ووصل 8 دولار و62 سنت. قلت له دي الارباح ممكن تروح، وكده الاستوديو اليوتيوب عليه 26 دولار. قال لي مش مشكلة، ما هو انت دلوقتي كان لي اكتر من 15 يوم بتضيعي وقت على الفاضي، فانت سيبك بقى من الادسنس ده واعملي ادسنس جديد. المهم لما بقى تحت الامل مشكور عمل لي ادسنس جديد، وعلى ما عمل الادسنس القناة اشتغلت. وصديقتي توتي فوتي لها كل الشكر، بس اشكرها بارك الله فيها، يعني ساعدتني والله. على ما القناة اشتغلت في نفس اليوم بعتت لي 20 دولار على التشكرات على الفيديوهات. بقت كل فيديو بتبعت لي عليه 2 دولار وشوية على فيديوهات كتير، يعني بما عادي 20 دولار وزيادة. بس لله الأسف طبعا القناة لما جات اشتغلت كانت 5 في شهر 10. لما اشتغلت في 5/10 ما حولوليش بقى دولارات 10، ما اشتغلتش. المهم بقيت ابص في الادسنس يمكن يوصل 6 7، ما وصلش لحد 11 والله. بقت كل فيديو اعمل وتبعت لي عليه. في 11 اتحولت لي الارباح بتاع شهر 11 بس 26 دولار، على اني انا في القناة دلوقتي المفروض ان عندي 52 دولار وشوية. بس ما تحولتش الا ارباح 11 اللي هي 26 دولار، والارباح اللي هي 26 دولار الاولانية دي طارت. اول ما عملت الادسنس الجديد بصيت لقيته تحول ما تحولش بقى عليه، لقيت في استوديو اليوتيوب 5 دولار ونص، ال 26 صفت على 5 دولار ونص، وعند التحويل ما تحولش بقى لارباح 9 ولا ارباح 10، ما تحوليش الا ارباح 11. واقول الحمد لله انها تحولت. ولما تحولت بقى الارباح في 11 جاتني رسالة باثبات الهوية، وابو ياسين عمل لي اثبات الهوية. وبعد ما عمل اثبات الهوية في نفس اليوم جاني كده الرسالة ان هم كده بعتوا لي البنكود. والحمد لله يعني ربنا عوض خير ان هو وصل على طول. يعني الكلام ده كان 21/12، والبنكود اتصل عليا الساعة البريد امبارح كان 11/1، يعني في حدود 21 يوم او 22 يوم ووصل. فربنا بيعوض خير. وبشكر ابو ياسين، وبشكر اختي وصفات رهيبة مع سارة، وبشكر اختي توتي فوتي، لها كل الشكر والتقدير، هي اللي ساعدت ان البنكود يوصل بسرعة بالدولارات والتشكرات اللي هي بعتتها، وجزاهم الله خير. ويبقى ان عجبكم الفيديو ما تنسوش في الاشتراك في القناة وعمل اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.